لو جربتي البيتزا دي مرة خلاص هتدمنيها. بيتزا محشية الأطراف وطبقتين من الفراخ، والعجينة قطنية وهشة وبتدوب في البق. بصوا بقى على الطريقة. أول حاجة حطيت كيلو دقيق ونزلت عليه بنص كوباية مية دافية مدوب فيها كيس خميرة ومعلقة سكر، وسبتها تتفاعل شوية. بعد كده ضفت نص كوباية زيت زيتون وكوباية حليب ورشة ملح وبدأت أعجن. عجنتها لحد ما بقت عجينة ناعمة وطرية، وسبتها تتخمر 45 دقيقة. بعد ما خمرت فردتها في صينية البيتزا وخرمتها بشوكة علشان ما تعلاش في الفرن. الخطوة اللي هتفرق فعلا، عملت كور صغيرة من العجينة وحشيتها جبنة مشكلة وركبتها حوالين الحواف فوق العجينة علشان أطراف البيتزا تكون محشية ومليانة طعم. شغلت الفرن يسخن على درجة حرارة 180، وبعدين دهنت صوص البيتزا على النص الأول وحطيت الحشوة اللي تحبوها، ممكن لحمة، فراخ أو حتى سوسيس، ودخلتها الفرن تتشمع حوالي 5 دقايق. طلعتها وزودتها بطبقة تانية من الفراخ والجبنة والخضار والزيتون، ورجعتها الفرن تاني 15 دقيقة. والنتيجة بيتزا طرية غنية وطعمها خرافي. لازم تجربوها وتشوفوا بنفسكم.